ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده جايه لكم فكره جديده وسهله وبسيطه، وهو ايه؟ المدفأ. ماشي يا حبايبي. معانا اللي هي دي بتاع الورق الحراري، وازازه حاجه ساعه فاضيه، ومعانا القماش بتاع اللي هو بيقول عليه قماش الخياميه. وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونعمل حاجتنا في البيت يا حبايبي، ورمضان كريم علينا وعليكم. ودي معايا النتيجه، نتيجة عادية اللي هي النتيجة بتاعت كل سنة. وهنجيب مسدس الشمع يا حبايبي، وهنقطع قماش على قد النتيجة بتاعتنا. انا عاملة ليه حجم كبير عشان كل اصحابي وحبايبي وكل اللي بشوفه الصراحة عامله ايه صغير، فانا حبيت اعمله كبير وطريقة حلوة وسهلة. وطلعت ما شاء الله النتيجة يا حبايبي روعة روعة. وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا حبايبنا الحلوين. وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ومش مكلف ولا حاجة، انا جبت القماشة دي يا حبيبتي المتر ب12 جنيه. ماشي. ومعانا طبعا مش هنكمل كمان الشمعة، مش هياخد معانا شمعة كاملة، الشمعة ب5 جنيه. والقماش ده اللي هو الخيط الاصفر ده يا حبايبي، جبت المتر، الراجل قال لي ب3 جنيه، جبته منه ب2 جنيه، يعني جبت 10 متر ب20 جنيه. ماشي. والازازة طبعا متوفرة في كل البيوت. ودي برضه يا حبايبي بتاعت اللي هو الورق الحراري اللي كانت مرمية عندي. هعمل بها ايه؟ الرجول. هقطع على قد الرجول اللي انا عايزاها. هحتاج كام رجل؟ هحتاج 3 رجول. ماشي. هقطعها بالقطر طبعا الحجم اللي انا عايزاه. وهنا انا حبيت اغير في القماشة، ما اخليش مثلا القماشة اللي على النتيجة نفس القماشة اللي انا هلف بها ايه الازازة. وطبعا احنا فاكرين عم شقشق وبوجو طمطم والايام الحلوة الجميلة وفوازير عمو فؤاد. دي كانت اجمل ايام يا حبايبي. يا رب يجعل ايامكم كلها خير وسعادة، ورمضان يا رب يدخل عليكم بالهنا والسرور وراحة البال، اللهم امين يا رب العالمين. وكل اللي نفسه في حاجة يا رب يحققها ان شاء الله بإذن الله. بصوا يا حبايبي، انا جبت ازازة تانية وقطعتها وخليت فيها حتة ايه، يعني مش مخلياها سوا واحد، مخليها حتة عالية وحتة واطية، وهنشوف ليه دلوقتي. وادي الرجول يا حبايبي 2 نفس المقاس، وواحدة اصغر منهم حبة. وهنجيب الاتنين اللي هم قد بعض، هنحطهم من قدام على ايه، يعني القصد من هي القصيرة دي اللي هي لوحديها، على اساس تديني ايه، آه تبقى زي كده، يعني من قدام عالية ومن ورا ايه واطية شوية. وادي الرجول ركبناها، ولفيت طبعا الازازة دي حبايبي، وحطيت احط من الشمع في القعرة بتاعت الازازة على اساس ان انا اثبت الازازة اللي هي ايه الصغيرة. والمدفع بتاعنا اهو بقي جميل وشكله ما شاء الله، لسه طبعا مكملين مع بعض. وهو يا حبايبي طبعا غلفت الازازة الكبيرة والصغيرة وهثبتها. بصوا شكلها ما شاء الله، الله اكبر جميل ازاي، وولادي فرحوا بيها وانا عجبتني الصراحة. النتيجة كانت بصوا مبهرة مبهرة وجميلة ما شاء الله، ومن حاجات ما كلفتنيش اي حاجة. هو متر القماش ده يا حبايبي عملت منه كذا حاجة، اللي هو ب12 جنيه، جبت 2 متر 24 جنيه، فيعني مش مكملين جايبين اي حاجة. والحاجات الصراحة غالية. وانا عاملة لكم فيديو الحاجات اللي نازلة في رمضان ان شاء الله هنزله لكم، جميل ما شاء الله، حاجات جديدة نازلة. اهو يا حبايبي بصوا ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر عليه. يا رب يعجبكم يا حبايبي. بصوا الجمال، الحاجة الصراحة اللي حجمها كبير بتبقى شيك وحلوة وجميلة، والشغل بتاعها بيبقى باين. وادي هنا يا حبايبي، يا رب يعجبكم. وكان عندي عقد نور الصراحة،
اهو ما شاء الله شغلناه وثبته انا بالشمع داير ما يدور حوالين حروف النتيجة. يا رب يعجبكم النور رضا حضراتكم، ورمضان كريم وحبايبي، واسيبكم على خير واشوفكم على خير. مع